الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكلف السكتيوي ووهبي بمهمة خاصة قبل مواجهة الأسود للكاميرون في إطار استعداداتها لمواجهة المنتخب الكاميروني في ربع نهائي كأس إفريقيا 2025. قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكليف كل من طارق السكتيوي ومحمد وهبي بمهمة تقنية خاصة تهدف إلى دعم الطاقم التقني للمنتخب الوطني وتوفير معطيات دقيقة حول المنافس. مهمة تقنية بحتة وحسب معطيات متداولة داخل الأوساط الكروية، فإن المهمة الموكلة لكل من السكتيوي ووهبي تتمثل في تحليل أسلوب لعب المنتخب الكاميروني، دراسة نقاط القوة والضعف، متابعة تحركات اللاعبين المؤثرين، تقديم تقارير تقنية وتكتيكية مفصلة للناخب الوطني وليد الركراكي. وتأتي هذه الخطوة في إطار العمل الجماعي الذي تعتمده الجامعة بالاستفادة من خبرات وطنية لها تجربة كبيرة في قراءة المباريات الإفريقية. لماذا السكتيوي ووهبي؟ طارق السكتيوي يعد من الأطر الوطنية المتمرسة، وله دراية كبيرة بالكرة الإفريقية واللاعب المحلي، إضافة إلى تجربته في المنافسات القارية. محمد وهبي مدرب معروف بدقته في العمل التحليلي والتكتيكي، وسبق له الاشتغال في فئات سنية مختلفة، ما يمنحه نظرة شمولية حول الخصوم. مواجهة الكاميرون. اختبار حقيقي. مباراة المغرب والكاميرون تعد من أقوى مواجهات ربع النهائي نظراً للتاريخ الكبير بين المنتخبين، حيث الكاميرون تعتمد على القوة البدنية والكرات. مواجهة الكاميرون اختبار حقيقي. مباراة المغرب والكاميرون تعد من أقوى مواجهات ربع النهائي نظراً للتاريخ الكبير بين المنتخبين، حيث الكاميرون تعتمد على القوة البدنية والكرات الثابتة. المغرب يراهن على التنظيم، الاستحواذ وسرعة الأطراف، وهو ما يجعل التحضير الذهني والتكتيكي عاملاً حاسماً في هذه المرحلة. الجامعة تراهن على التفاصيل. هذا التكليف يعكس حرص الجامعة على توفير كل شروط النجاح، الاعتماد على الكفاءة الوطنية، العمل بمنهج احترافي يشبه ما تقوم به المنتخبات الكبرى. الخلاصة: قبل موقعة الكاميرون اختارت الجامعة أن تلعب على ورقة التحليل والتخطيط، بتكليف السكتيوي ووهبي بمهمة دعم الطاقم التقني في خطوة تؤكد أن التأهل لا يحسم داخل الملعب فقط، بل يبدأ من غرفة التحليل. نتائج مباريات ثمن النهائي. دور 16 شهد دور ثمن النهائي مباريات قوية ومثيرة، وأسفرت عن النتائج التالية: المغرب 1-0 تنزانيا، فوز صعب لأسود الأطلس بفضل الانضباط التكتيكي والواقعية. السنغال 3-1، السودان تفوق واضح وخبرة كبيرة حسمت اللقاء. الكاميرون 2-1، جنوب إفريقيا مباراة بدنية قوية انتهت لصالح الأسود غير المروضة. مالي 1-1 تونس، مالي تأهل بركلات الترجيح، واحدة من أكثر مباريات البطولة درامية. نيجيريا 4-0 موزمبيق، عرض هجومي قوي أكد جاهزية النسور. مصر 3-1 بنين بعد الأشواط الإضافية، خبرة الفراعنة صنعت الفارق. الخلاصة: الأدوار الإقصائية بدأت تظهر قيمة الخبرة والهدوء تحت الضغط. نتائج مباريات ربع النهائي. دخلت البطولة مرحلة الحسم الحقيقي، حيث شهد ربع النهائي صدامات قوية بين كبار القارة. المغرب إكس الكاميرون، مواجهة تكتيكية قوية حسمها المنتخب المغربي بفضل التنظيم الدفاعي والتركيز العالي. السنغال إكس مالي، السنغال تفرض منطق الخبرة وتواصل المشوار بثبات. مصر إكس نيجيريا، مباراة بين الهجوم والواقعية، حسمت لصالح مصر بفضل الانضباط التكتيكي. ساحل العاج إكس الجزائر، لقاء قوي شهد تنافسا كبيرا حتى الدقائق الأخيرة. الجامعة تراهن على التفاصيل. تكليف السكتيوي ووهبي لم يكن خطوة عادية، بل رسالة واضحة بأن التحضير الذهني والتكتيكي عنصر أساسي. المباريات الكبرى تحسم خارج الملعب قبل داخله. التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في البطولات القارية. الأسود في الطريق الصحيح بعد تجاوز دور المجموعات ثم ثمن النهائي وربع النهائي. أكد المنتخب المغربي قوة شخصية البطل، نضجا تكتيكيا واضحا، دعما جماهيريا كبيرا، وهو ما جعل حلم التتويج باللقب القاري يقترب أكثر من أي وقت مضى، والمرور إلى دور نصف النهائي بنتيجة إيجابية 2-0.